أمي يا حضن دافي كان بيلمنا، يا اللي كنت شايل هم الكل وشاغلة نفسي بحياتنا وعمرنا، يا اللي كان دعائك هو سر وجودنا في الحياة، يا اللي كان خوفك علينا أكتر من خوفنا إحنا على نفسنا. يا اللي كان قلبك يساع الكل حتى اللي مرة يزعلك أو اللي يخلف عهدنا، يخلف عهدنا. كان عهدنا إن إحنا نصونك ونحفظ لك كرامتك ووجودك وكنت أغلى حاجة عندنا. حتى بعد مماتك، حتى بعد مماتك يا جنة على الأرض. على فكرة يا سلام، يا جنة على الأرض أي أم، أي أم. وكان دلوقتي للشباب والأطفال، الأم دي جنة على الأرض، الأم جنة على الأرض، دي جنة ربنا على الأرض. بعد وفاتها الحياة سمرة سودة. دي حقيقة الناس اللي جربت، دي حقيقة الناس اللي جربت، اللي ما جربش هيعرف معنى الأم إيه في الحياة، معنى الأم إيه في الحياة. يا جنة على الأرض وأجمل هدية من ربنا سبحانه وتعالى. طالبين دخولها برضاكي، طالبين دخولها برضاكي، وعشاننا فيها كلنا. لو ترضى علينا يا أمي هتكون الجنة من نصيبنا وبختنا. قولي لي يا أمي إزاي أكافئك أو أوفيك حقك، إزاي أكافئك أو أديك حقك، إزاي؟ ما تجيب حقك مع إن عارف مستحيل أقدر أكافئك ولا ساعة اتحملتيني وأنا كنت بنكفك، وأنا كنت إيه؟ بنكفك. معنى الكلمة إيه؟ حد بينكف أمه بيضحك مع أمه بيهزر مع أمه. فاهمني؟ حتى لو مرمطت راسي تحت رجلي، حتى لو إيه؟ مرمطت راسي تحت رجلي. كان كل اللي باقي من عمري ولا عمرك، وانا كل حاجة فيها كانت ليكي، وكانت كل حياتي بتدوب بين ايديكي. بين ايه؟ ايديكي مش رجلك، ايديكي. لو كنت طلبت روحي كان ما تغلاش عليكي، لو كنت طلبت روحي ما كانتش غلت عليكي. وكفاية عليا دعوتك كانت بتفك هم وكربي ورضاك عني، هو منايا وعشمي فيك. كنت أغلى حاجة في الوجود، كنت حب غالي ملوش حدود. والله يرحم أمهاتنا جميعا. في كلمة حضرتك عايزينكم نسيبيها ممكن ولا تسمعوها ولا بلاش؟ قول اللي انت عايزه يا استاذ احمد، انا عايزك تطلع كل اللي في قلبك. لا بس في رسالة حضرتك برضه موجودة معايا، زهق منذ وداك والفؤاد يشكي ذكرياتك، تلديني ألما وموتك سكوا بقلبي. الله يرحمك يا أمي بعدد دموعي لك كل ليلة، الله يرحمك يا أمي بعدد دعواتي لك كل وقت، الله يرحمك يا أمي بقدر ما زاد فؤادي لرؤيتك. الله يرحمك يا أمي بقدر ما زاد فؤادي لرؤيتك. مع إن إذن السادة
في كلمة صغيرة بس عايز أقولها. على فكرة أي أم متوفية، أي أم مثال متوفية، الأم بتتمنى زيارة أولادها القبر عشان نفسها إنها تزورهم في بيتهم. أي أم بتتمنى زيارة أولادها قبرها عشان هي تتمنى إن هي تزور أولادها في بيتهم. والأب بيتمنى ولاده برضه يروحوا ما الأب ماشي. ريحة بيتمنى الزيارة. لا حضرتك تفتكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أمك ثم أمك ثم أبوك. في كل حاجة الأم مش الأب. أمال ده عملوا عيد الأم، عملش عيد أب ليه؟ الأب السند لا